السلام عليكم خياتي، كي راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتمنى ان شاء الله فيديو تاع نهار اليوم يلقاكم باحسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله غنديروا مع بعض وصفه بنينه 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 بالبزاف. وصفه كلمه شابه وحلوه وبنينه قليله فيها. وصفه تاع نهار اليوم تقدري تسميها مقروط، تقدري تسميها مقروط الكوشه، تقدري تسميها الشاميه، تقدري تسميها بسبوسه. المهم لازم هذه الوصفه تجربيها. حاجه طوب دي طوب، حاجه بنينه بالبزاف، وحاجه اللي يذوقها يحير فيها، وحاجه المليحه فيها انها تندير في بلاط دفعه واحده وتهني راسك، وتهني راسك من القليان تاع المقروط. قدامنا تشوفوا فيديو تاع نهار اليوم. نقول لكم ما تنسوش بلي جيم ولي كومونتير، ولا تشوفي قناتي اول مره ولك مرحبا بك، شرفتيني ونورتيني. نبدا بسم الله على بركه الله بالمقادير وتحضير هذه الوصفه. نروحوا اول مرحله شنو نحتاجوا فيها. قدام نوريو المرحله اللي شنو نحتاج المقادير، نوريكم النوعيه تاع السميد اللي خدمت بها. انا خدمت بموله، انا ما نديركم لا في اشهار لا والو، خدمت بهذه النوعيه. ولا ما لقيتيش شنو موله تقدري تخدمي بالسميد تاع ماما نصف خاشن تاني كيجيك شباب بالبزاف. اول مرحله شنو نديرو؟ عندنا 3 كيسان، الكاس اللي فيه 240 ملل، 3 كيسان تاع السميد نعبروهم بهذه الطريقه. لازم تتبعوا الوصفه بالتفصيل الممل باش تنجحوا فيها. صدقوني صدقوني وصفه رائعه. ونحتاجوا كاس كبير تاني معمر تاع فرينه اللي هو الطحين. ونحتاجوا كذلك كمنكهات باش المقروط تاعنا يجينا شباب. نحتاجوا ملعقه صغيره تاع ملح، وملعقه صغيره تاع قرفه، وملعقه صغيره تاع فانيليا، ونحتاجوا حوالي نصف كيس خميره حلويات. نخلطوا هذيك المواد الجافه كاع مع بعض نروحوا المواد السائله. هنا شنو نحتاجوا؟ عندنا كيلو تاع زيت عادي، ونحتاجوا كذلك كيلو تاع سمن دايب ولا كيلو تاع زبده دايبه. تكون بطبيعه الحال عمركم ما ديروا الزبده تكون حاميه، ديروها بارده باش ما تخسرلكمش السميد. نخلطوا هذيك المقادير مع بعض. كما تلاحظوا الخليط تاعنا راه جاي نوعا ما جاري شويه. هذا الخليط خلوه يريح شويه، يربوز شويه واحد 5 دقائق، ومن بعد نضيفوا له المواد الاخرى. عندنا شنو نضيفوا ثاني؟ عندنا كاس تاع نصفه ماء ونصفه ماء صغار. خلطوا اي بالاطراف تاع الاصابع. هذا السميد الحاجه فيه مليحه انه ما تبيتيه ما والو. مقروط اكسبريس. هنا بعد ما خلطنا هذوك المقادير كامل مع بعض وضفنا ديك الكميه تاع الماء، درك نضيفوا لها كاس تاع طحين واحد اخر، ونضيفوا لها كاس تاع سميد. خلطوا داك الطحين ونزيدوا هذاك الكاس تاع السميد. تسمى المجموع تاع السميد اللي نحتاجو عندنا 4 كيلات تاع سميد و2 كيلات تاع فرينه. خلطوا بهذه الطريقه فقط بالاطراف تاع الاصابع. ندخلوا داك الطحين ونزيدوا نضيفوا له الكاس الاخر تاع السميد. نتمنى ان شاء الله راكم معايا في الخط وراكم فهمتوني باش الوصفه تجيكم ناجحه. نخلي هذاك الخليط تاعنا على جهه ونروحوا نخدموا مع بعض التمر اللي غادي نديروا به الحشوه. هنا الحشوه تقدر دير التمر، تقدري ديري كاكاو يكون محمص. هنا شنو نحتاجو؟ عندنا كميه من التمر، درت له ملعقه تاع فانيليا وملعقه تاع كاكاو تاع قرفه عفوا. ونحتاجو حوالي 100 غرام تاع كاكاو محمص ومرحي و100 غرام تاع جنجلان. اما بالنسبه للكميه تاع التمر درت حوالي 300 غرام تاع التمر، اسم المجموع كامل 500 غرام. نخلوه على جهه. نخلي داك التمر على جهه ونروحوا للمقروط تاعنا. كيما تلاحظوا هذاك المقروط شرب كامل ديك الكميه تاع الإدام وهذاك تاع الماء. عطيتكم الماء بالضبط هكا باش تنجحوا فيه، خصوصا البنيتات الصغار اللي اول مره باغي يجربوه ولا اول مره باغي تخدم. نصحها تخدم بهذه الطريقه. هنا نشكلوا على شكل كره، نقسموا على 2 باش نديروا 2 طبقات. هنا بالنسبه لنا نعاود نولي لكم التمر تاعكم. الا كان شريتوا هذاك المعجون اللي ينباع من الاحسن تضيفوا له 2 مغارف كبار تاع ماء زهر، وتضيفوا له ملعقه كبيره تاع زبده باش التمر تاعكم يجيكم توجو قطري. هنا العجين تاعنا بعد ما قسمته على 2 بهذه الطريقه تقريبا وجدت كامل الصوالح اللي غادي
هنايا باش تساعدكم الخدمه وتجيكم الخدمه نقيه وكاع، من الاحسن انكم تورقوها فوق ورق الطهي ولا ورق البابي كويسون، هو اللي يساعدكم في الخدمه. ولا ما عندهاش تقدر غير كيس بلاستيكي وتورق فوقه العجينه. انا غادي نورق هذه العجينه في البلا اللي ونورقها ماذا بيا السمك تاعها يكون شويه غليظ، ما رقيق بزاف ما غليظ بزاف. ديروا حسابكم بلي دايره الخليط الحلويات، وكذلك نقيس ماذا بينا نعبروا البلا باش نخدموا قداه ديريكت كيما تلاحظوا. ها هو بعد ما حليتها كامل نجيب البلا تاعي اللي فيه الطول تاعه 30 سنتيمتر والعرض تاعه حوالي 24 سنتيمتر. هنا البلا تاعي ما دير فيه والو، ما دير فيه لا زبده لا طحين لا والو. هنا رفدت البابي كويسون بهذه الطريقه، معليش ما حطيتهاش نيشان في كيما حنا نقولوا في الخط، هكا سويتها فقط بالاطراف تاع الاصابع. وماذا بكم تطلعوا الجوانب باش التمر تاعنا ما يحرقناش في الفور. هنايا بعد دروك نجيبوا التمر تاعنا ثاني كنحله بنفس الطريقه اللي حليت به العجينه تاعنا. هنايا كاين في هذا الوقت راني نسقط في الاخر او ميم طو راني دايره الفور تاعي يسخن درجه حراره 180 باش ما يجي نكمل ونقطعها نرميه ديريكت. ها هي التمر تاعنا لازم تقيسيه بهذه الطريقه ونعاودو نحطوه من الفوق بهذا الشكل. هذا قلت لكم البابي كويسون يساعدكم بالبزاف في الخدمه. ونحاولوا نقلوا هذاك الجوانب ما نخلوهاش طالعه بزاف، لاخاطش ديري حسابك التمر ينحرق لنا في الفور بهذه الطريقه. نعاود ثاني الطريقه الثالثه والاخيره اللي هي الطبقه الفوقانيه تاع السميد تاعنا، ونحطوه بهذه الطريقه. عطيتكم الكميه المضبوطه اللي غترفدنا في هذا البلا وما يقعد لكم لا زوائد لا والو بهذا الشكل. ونحاولوا نسووا الاطراف بهذه الطريقه. وهذوك الحبات اللي بقاو لنا داك شويه تقدر ديرهم حبات تاع مقروط الكوشه تانيكم يجيكم مليح. انا غادي نشكل بهذا الشكل. بعد ما سويت السطح تاعها كامل وجاتنا اللوس من الفوق، دروك نجيبو طابع اللي غادي نطبعو به باش حبات يجونا كامل قد. هذا الطابع جاني لقيته صدفه وعجبني بزاف، كاين جهه فيها مربعات وجهه فيها معينات، بهذه الطريقه نطراسو فقط. هذا الطابع ينفع بزاف الاخوات اللي يكونوا صغارات وكاع، وينفعهم بزاف. تراسو فقط من الفوق، ومن بعد كي نطراسي نبدا السكين ونبدا بالخدمي نبدا نقطع من الفوق حتى لتحت، نوصلوا الخدمي حتى للاسفل. ومن بعد كي نكملوا داك نقطعوا كامل الحبات. دروك نجيبوه هنا التزيين يقول لكم اختياري. انا جبت نقاش بديت نخدم بهذا الشكل. نتوما تقدروا تخلوا كيما راه وديروا حبه تاع مكسرات من الفوق، كيما تقدروا تخلوا كيما راه ما تزيدوه من الفوق ما والو، بصح هذا بالنقاش يعطينا نظره شابه وحاجه شابه من الفوق. هنايا من بعد من الفوق لمسه اخيره درت حبات تاع لوز بهذه الطريقه، ودخلت البلاط تاعي يطيب في الفرن اللي قلت لكم ديجا راني سخنتها من قبل واحد نص ساعه ولا. هنا مده الطهي تقعد لكم على حسب الفور تاعكم. نتوما من الاحسن ما تزيدولوش الغاز باش ما يجيكمش معجن من الداخل. نقصوا له الطيب تاعه كيفاه كي البقلاوه، نقصوا له خلوه حتى يطيب لنا من تحت ويحمرنا في الجوانب، ومن بعد نشعلوا عليه من الفوق تاني كياخذ تحميره خفيفه ويكون المقروط تاعنا واجد. هنا مده الطهي تراوح ما بين على حسب البلا ما بين ساعه ونص حتى 2 سوايع. هنا بعد ما طابلنا ودرنا ديك التحميره الشابه المليحه، هنا نجيبوا كميه من العسل. العسل ملصقاش تشوفوا فيه باسكو ديجا خدمت به المقروط وبقى لي وعسلت به. هنا العسل هذا العسل اللي خدمت به العسل منزلي، انا توجور العسل طيبه في الدار، ولا كان باغي تشري العسل من برا لا علينا كيما راه ما تزيديه والو وديريه سقي به. هذا هو الشكل النهائي تاع المقروط تاعنا بعد ما قطعناه بهذا الشكل. صدقوني بنين 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 بالبزاف، صدقوني حاجه تذوب في اليد قبل من الفم. شوفوا بالملعقه تجري دايب ذوبان وتنشحي فيه من اول تجربه.
خصوصا المبتدئات. وننصحكم هكا تيفيديو هذاك القليان وتيفيديو كامل الزيت ضيعه الزيت وتجربوا هذه الوصفه. دونك بانيه نقول لكم ما تنسوش تشاركوا تطبيقاتكم عبر الانستغرام. دونك نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو اخر ان شاء الله.